يا ميدو، مساء الخير يا منعم. مساء الفل. هنقول ايه النهارده من اللي ما انت اتقالش؟ المره اللي فاتت ضحكت عليا ووديتني في الكوره، واحنا جايين آه. نقول اللي ما اتقالش بره الكوره. أي حاجة. عايز اعرف بقى منك النهارده. انا عمال افكر كده من وقت ما انت بدات واحترفت لغايه دلوقتي، فات 24 سنه. بعد 24 سنه النهارده بالمحترفين اللي موجودين، محمد صلاح والنني ومرموش ومصطفى محمد وكذا، الناس كلها عايزه تسفر ولادها بره. والسفر بره هم فاهمين ان ده الجيت اللي هو النهايه، انه وصل. ما تعرفش انه في بروسيس وفي تفاصيل كتير قوي في الخروج والسفر ده. فعايزك انت اللي تقول لنا، وانت اول واحد خرجت وعملت كل ده. نبدا من هو ده السفر ده جه ازاي، الاحتراف ده جه ازاي؟ هل دي فرصه انت سعيت وراها، ولا دي حاجه جت كده سكاوت شافك وبعدين لما خرجت ايه اللي حصل؟ يعني خروج واحد عنده 17 سنه ده لبلد غريبه في وقت ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه اتصالات سهله كده، ما كانش فيه انك اعلاميا حتى الناس تعرف هو ايه اللي حصل، وانت تخرج لوحدك فجاه. وانا عارف it takes a lot of يعني كاركتر، strong كاركتر وشخصيه قويه جدا عشان حد يعرف يخرج لده، الا اذا كان وراه كمان حاجات تانية كتير، عيله واهل وتمرين ونادي فانا سيبك انت تقول لي ده جه منين، وبعدين ارجع معاك لشويه تفاصيل كده جوه الموضوع. انا مؤمن بشكل كبير جدا بقانون جذب الطاقه. وان انت لما بتتمنى حاجه وبتحلم بيها بتجيلك لغايه عندك. خلي بالك ان زمان الوقت اللي انا سافرت فيه ما كانش يعني الحته اللكجري بتاعت ان انت سهل ان انت تسافر وكده ما كانتش موجوده. ولكن انا من وانا صغير بحلم ان انا عايز العب بره، عايز اسافر بره، فجات لي لوحدها. بس كنت مستعد لها نفسيا بشكل كبير جدا. مره واحده لقيت كنا بنلعب مصر وفرنسا، منتخب الشباب، وكانت فرقه فرنسا فرقه جامده جدا بقى، الفرقه بتاعت جبريل سيسي وبتاعت كابو وبتاعت فيليب مكسيس، وكانت فرقه جامده. كان عندهم لعيب اسمه حماده بيلعب في نانت، فرقه جامده قوي يعني. واحنا فرقتنا كانت كويسه، بس انا كنت اصغر منهم بسنتين وكنت متعور قبليها، ورجعت قبل الماتش ده. يعني بص النصيب، رجعت قبل الماتش ده ب10 ايام اتمرنت. وكان كابتن شوقي غريب هو المدرب في الجيل اللي هو خد برونزيه كاس العالم ده، بس انا كنت اصغر منهم بسنتين. وخلي بالك ان انت في السن ده ان انت تلعب منتخب اكبر منك بسنتين دي مش سهله، حاجه كبيره طبعا، كبيره جدا. يعني. انا مواليد 83 وهم مواليد 81، فانا عندي 16 سنه وهم عندهم 18 سنه، يعني داخلين على 18 سنه. وانت كمان في لسه اكتر في سن الناشئين، يعني لسه في المايند سيت بتاعت يعني السن قصدي بتاع 16 ده اكتر مايند سيت الناشئين. ال 18 ده بيبقى خلاص ايه، بيشوف فرصته اللي جايه فين على الفيرست تيم. وكان راجل اسمه روجير هانوتي ده اللي هو الايجن بتاع لوكاكو وبتاع كورتوا وبتاع ايدن هازارد وبتاع ياكوبو وبتاع لعيبه كتيره يعني. ودانيال فان بويتن ولعيبه كتيره يعني. فالراجل جه، كان هو اللي قبليها صفر اليماني. كان اليماني راح ستاندرد ليج، وجي اتفرج على الماتش، وهم كانوا جايبينه يتفرج على ناس تانية خالص، على رضا شحاتة وجمال حمزة وحسام غالي ولعيبة تانية يعني خالص، ومحدش جاب له سيرتي يعني. والماتش ده انا لمست الكرة فيه، يعني نزلت اخر ربع ساعة تقريبا، لمست الكرة فيه 4-5 مرات، بس كلهم اتصرفت فيهم صح جدا. فلما قال لهم ده مواليد كام، فقالوا له ان انا مواليد 83 ان انا اصغر، قال لهم ده هيبقى احسن راس حربة في العالم، انا عايزه. وبعدين تاني يوم كلموني، رحت قابلته، قعد يتكلم معايا، قابلته في بيت شيتوس، مش فاكر ليه في بيت شيتوس. وقال لي انا عايز اسفرك، وقال لي انا هبعت لك انفيتيشن من نادي باريس سان جيرمان. طبعا باريس سان جيرمان نادي كبير جدا في فرنسا. انا سافرت الاول، سافرت على باريس سان جيرمان على دي معلومه دي بقى، خلي بالك مش كل الناس عارفاها، دي جديده دي. سافرت على كان المفروض ان انا مسافر باريس سان جيرمان. فمش عايز اقول لك بقى انت في الاول بتبقى فرحان، وبعد كده لما بتيجي بقى تخش في الجد، نهار اسود، انا هسافر لوحدي، امي بتعيط. انا مش فاكر كويس قوي اليوم اللي انا كنت مسافر فيه ده، انا صغير يعني. امي بقى طول عمرها عندها عقده ان اخوها الصغير سافر، الله يرحمه يعني، خالي طارق ده
سافر هولندا، وبعد كده سافر ال اي، وفضل عايش طول عمره في ال اي، وخلف هناك وطار خلاص. خلاص. وعندي عمامي برضو الاثنين، واحد سافر المانيا من هو صغير خالص، وواحد سافر فنلندا هلسنكي وما رجعوش. فامي طول عمرها يعني ايه ضد فكره السفر دي، بتشوف ان السفر ده مهما كان انت هتبقى ايه هناك، انت كده الفراق والغربه، وان انت ما بتعيش حياتك صح. وامي بقى كان عندها بقى هس في دماغها ان انا بقى اتجوز واحده بقى مش مسلمه ومش عارف ايه وبتاع، القصه اللي انت فاهمها. واولادي بقى ما يطلعوش مرتدين، قصه يعني اللي هي ايه يعني. خلي بالك هي في الوقت ده لو تفكر في كل الاوقات لا بس هي كمان في الوقت ده كمان شويه الموضوع كان منعزل فعلا، ما كانش فيه اتصالات، كان اللي بيروح فين وفين على ما بتسمع صوته، على ما بيجي تاني. مفيش بقى، كانش في حاجه خاصه، كانش في لسه الانترنت بقى لسه بتبتدي، مفيش الكلام ده ولا موبايلات يعني ولا اي حاجه يعني. ف لما دخلت بقى في الجد وباخد خلاص الفيزا ومسافر، ابتديت بقى ايه اتصدم. انا خلاص انا وامي بقى انا فاكر قعدت كانت بتتخانق مع ابويا جامد جدا. لان ابويا كان هو اللي بيشجعني ان انا اسافر. ابويا كان دايما مؤمن ان مفيش كوره في مصر، يقول لك الناس دي بتهزر مفيش كوره في مصر، تلاقي الهبل اللي بيعملوه ده ايه يعني. انا ابويا راجل زملكاوي جدا، بس هو يعني ايه راجل مدرب كمان وبتاع كوره، فهو مؤمن ان هو السفر بره يعني. ف من هنا جت يعني القصه، سافرت. والميزه امانه ان انا كنت مستعد للسفر بشكل كويس، كنت مستعد ليه ذهنيا يعني، حتى لو الموضوع صعب كنت مستعد ليه كويس. بس مستعد ليه ازاي كويس؟ معلش ان انا تعرف، لان انا سؤالي معلش هرجع لك الحته دي. سؤالي كان انه الناس النهارده كلها شايفه انه الحل والوصول هو السفر، مش ده البدايه. لا السفر صعب. فانا بس عايز اشرح، عايز يعني افكر معاك ونعرف ايه التفاصيل بتاعه انه الخروج ده ازاي مش سهل، وانه المايند سيت دي تبقى موجوده من الاول، وبعدين تتطور ازاي، ممكن تطلع تزيد قوي وممكن تقل فاهم قصدي؟ يعني كان عندي هدف حطه قدامي وانا مسافر، ان انا مش هرجع مصر لو انا ناجح، مش هرجع مصر لو انا ناجح، هرجع على منتخب مصر الاول، مش هرجع كده ان انا اسافر وارجع. بس الكلام ده كان في بالك لما الراجل قال لك انا هبعت لك باريس سان جيرمان؟ طبعا من اول يوم بالظبط، هسافر مش هرجع. وانا فاكر اول يوم سافرت على باريس كان مستنيني كريستوف اندروتي اللي هو ابن روجير بقى. كريستوف ده اللي هو الايجنت بتاع كورتوا دلوقتي، وايجنت كبير جدا في اوروبا يعني، ولغايه دلوقتي صاحبي جدا يعني. الناس دي لغايه دلوقتي صحابي جدا يعني. روجير بروح له نيس على طول واقعد معاه، وكريستوف بروح له موناكو وعايش في موناكو. مين؟ لا انا قابلت واحد السنه اللي فاتت عنده كريستوف صح؟ لا انت قابلت مارتا اخوه الصغير. أوكي. اخو كريستوف الصغير ابن روجير برضه. مارتا برضه ايجنت. فلما سافرت خدوني على السنتر فورماسيون او التريننج او المكان بتاع المركز التدريب بتاع باريس سان جيرمان بتاع الناشئين، وده بره في سان جيرمان بره باريس كده ب 30 دقيقه 35 دقيقه. فطبعا رحت قعدت، كنا 6 في اوضه ودبل بيد، و6 في اوضه، وطبعا شباب عيال كلها افارقه، وعيال كلها بتتكلم فرنساوي ما فهمش ولا بني ادم بيتكلم انجليزي ولا بني ادم، الا كان في واحد اسمه دانيال اوجبيشي لعب بعد كده منتخب نيجيريا الاول. دانيال اوجبيشي فاكر راس حربه ده؟ كان هو الوحيد اللي بيتكلم انجليزي. فابتديت ان انا اخش معاهم في القصه، والعيال دي كانت لعيبه جامده جدا جدا يعني، كانوا لعيبه كويسه قوي وكانوا اكبر مني يعني. ده انا رحت بقى اتمرنت مع السكند تيم بتاع بي اس جي، كان بي اس جي بقى فيها اوكوشا وفيها فرقه جامده يعني، الفريق الاول يعني. ورحت وبعدين اتمرنت معاهم كويس جدا ولعبت كويس جدا، فعملوا لي اوفر ان انا هقعد معاهم بس افضل مقيم في السنتر فورماسيون ده ايه لغايه ايه ما تم 18. فبتكلم في تقريبا سنوي ان انا افضل. انا لما سافرت شهر يناير تقريبا لغايه ايه لغايه بعد ما تم 18 السنه اللي بعديها بقى شهر فبراير يعني سنوي. فطبعا قلت لهم انسوا ان انا اقعد في السنتر فورماسيون ده. السنتر فورماسيون ده قاعدين 6 في اوضه وبننزل ناكل بقى زي الميز، بيحط لك الاكل بقى الميز بتاع الجيش، وممنوع ترجع ابدا بعد الساعه 8. وانا طبعا يعني عايز العب كوره بس عايز اصيع يعني، عايز اهزر يعني ماشي اوكي مش عايز مش هرجع الساعه 8 بقى صعب جدا يعني. فطبعا قلت لروجير انسى، انا مش هعمل القصه دي، لازم تشوف لي حاجه تانية. الحقيقه انا فاكر كويس جدا مشهد عمري ما هنساه.
ان انا في الكار بارك وانا ماشي لما خدت قرار بقى ان انا مش هقعد بعد اسبوع، ان الراجل الفوتبول دايركتور مش فاكر كان اسمه ايه بتاع باريس سان جيرمان ساعتها بعتوا جابوه. انك ماشي. قالوا له ده لعيب جامد جدا، بص هيبقى اجمد لعيب في اوروبا. كان في المركز بتاع النادي في باريس. بعتوا جابوه، فضل قاعد يتكلم معايا ساعه. قلت له بص انا ما انسى ان انا هقعد في السنتر فورماسيون ده، انا هاجي اتمرن وهجيبوا لي شقه في باريس وبتاع. فقال لي ده اجينست ذا لو، ده ضد القانون، ما اقدرش ان انا اعمل كده قبل ما تتم 18. وابتدى بقى يطلع لي قوانين ويقول لي وبتاع. قلت له بص انسى، حتى لو هلعب في ريال مدريد انا يعني مش هعمل القصه دي. خلي بالك هي دي ممكن تكون غلطه، بس انا جوايا حاجه ان انا بحب الكوره قوي، وده برضو حاجه من الحاجات اللي انا ما اقدرش اقول ان هي عطلتني شويه، وفي نفس الوقت لو رجع بيا الزمن هعملها تاني. ان انا برضو امانه بحب الحياه. بحب الحياه انا ولغايه دلوقتي بحب الحياه. هبقى مخلص جدا في شغلي، بس لو ما اتبسطتش في حياتي بقى هيجي لي بعد شويه هزق. بس انت عارف ان الموضوع ده سايكولوجي، يعني في السايكولوجي ساينس اللي بيقول لك ان البلاجر حاجه مهمه قوي لاي بني ادم. يعني البلاجر مهمه لينا كلنا. على قد انت ما بتقدر تكنترول البلاجر دي بتوجهك، ولا انت مجرد بتستمتع بيها، على قد ما انت بتبقى ناجح. يعني زي ما انت بتقول كده، انا بحب الحياه، كلنا بنحب الحياه، كلنا عايزين نبقى مبسوطين وناجحين. بس على قد ما انت البلاجر بالنسبه لك برايورتي، على قد ما نجاحك يفرق. طبعا هي الحياه اولويات. بس انا في الوقت ده الاولويه ليا الكوره. بس ما اقدرش اقعد في معسكر على طول وبتاع الكلام ده. يعني حتى لو انا بحلم ان انا احترف انا برضو. بس انت كنت عارف مصيرك ايه؟ لو قعدت السنه دي هتلعب ازاي؟ هتلعب امتى؟ هتلعب فين؟ هلعب في السكند تيم. في الاول في السكند تيم، وبعد كده يشوفوا اشتغل كويس. بس خلي بالك انا كان عندي ثقه في نفسي كبيره جدا ان انا ايه. هو ده سؤالي بالظبط. ان انت قاعد مستني تبقى السكند تيم كل ده، انا في خلال ولا انت شايف انك هتلعب على طول فيرست تيم؟ لا بعد شهرين هبقى مع الفريق الاول. وانا يعني برضو خلي بالك جزء من اللي بيعطل شباب كتير عدم وجود ثقه بنفسهم. انا طول عمري من حياتي هي كده. انت لعيب كوره، عندك ايدين ورجلين، ربنا خلقك انت لعيب كوره، وانا كمان لعيب كوره. انت جامد وانا اجمد من اعلمك ان انا اجمد منك. حتى لو بلعب قدام مالديني، هلعب قدام نيستا. كنت بقول لمالديني كده في ماتشات الميلان، مره ماتش الميلان واياكس، فبيقول لي مش عارف ايه مش عارف ايه وبتاع. قلت له I'll show you today I will show you. ده المايند سيت بتاعي. ما بخافش من حد. هي دي بالنسبه لي. انت لعيب وانا لعيب، انا هوريك ان انا جامد. المهم قلت للراجل طبعا انسى، انا مش هقعد. روجير كان محضر لي ان احنا ايه في نفس اليوم. مشيت الساعه 12 الظهر من السانت فورماسيون بتاع باريس سان جيرمان. رحت مع روجير. انا فاكر روجير كان عنده عربيه جاكور كده اللي هي الاكس تايب القديمه دي. عربيه حلوه قوي على فكره. وروجير ده راجل ديسنت جدا كده، يعني شعره كده عامله على جنب كده باشا، يعني بلجيكي. وكان لعيب كوره على فكره، كان بيلعب في ساندر ليج ولعب منتخب بلجيكا. فقال لي بقول لك ايه، انا عندي واحد صاحبي الفوتبول دايركتور بتاع نادي اسمه جنت. طبعا انا عمري ما سمعت عن جنت ده، يعني باريس سان جيرمان اوكي، يعني عمري ما سمعت عن جنت ده. تعالى ايه نروح، هم عندهم ماتش النهارده هيلعبوا اندرلخت السكند تيم. فقلت له النهارده؟ قال لي فقلت له ماشي هروح. الماتش الساعه كام؟ قال لي الماتش الساعه 5. رحت امانه مع روجير، ركبت العربيه، دخلت التريننج جراوند بتاع الجنت على المحاضره. خلاص الماتش ايه بعد شويه. ودخلت مدرب قال لي انت بتلعب احسن مركز ليك ايه؟ قلت له بلعب راس حربه وبلعب وينج ليفت، بس يا ريت تلعبني راس حربه يعني. وميشيل لوجي دايما بيحكي القصه دي. ميشيل لوجي على فكره لغايه دلوقتي هو الفوتبول دايركتور بتاع جنت. راجل جامد جدا في بلجيكا يعني. وجي دخلت لعبت، مسكت العيال بتوع اندرلخت دول فشختهم. بص رقص فيهم وشمال ويمين وشوط على الجون، وعملت يعني ماتش جامد جدا. مش خايف يعني؟ لا مش خايف خالص. وما اعرفش العيال اللي بلعب معاهم، ولا اعرف انا بلعب مين، ولا ليا اي دعوه. بلعب كوره اللي انا بحبها، ماليش دعوه. الدنيا بتمطر والناس بتضرب بعض، انا بضرب، الدنيا كذا. بين الشوطين طلعوني مضوني. مضوني. قال لهم ده الراجل ميشيل لوجي ده. شوف انا صاحبك هو ما اعرفش يعني فعلا ما اعرفش والله انك مضيت كده في بين الشوطين طلعوني مضوني. انت ايه قصتك؟ قال له ده ايه قصته؟ قال له ده فري ايجنت مش ماضي عقد، ده كذا، هتدفعوا بس الفاونديشن فيز او حق الرعايه وبتاع. تمام مضيت، رحت ماضي. خلاص القصه ايه؟
قصه بالنسبه لهم انتهى. بس مضيت وانا بمضي قلت لهم ان انا لما هرجع اتمرن مع الفيرست تيم، لان اوكي يعني في باريس سان جيرمان اتمرن مع السكند تيم شويه، انما جنت اتمرن ايه مع الفيرست تيم. ورجعت مصر، وهرجع بقى تاني من اول ايه، من اول السيزون. اما رجعت اول السيزون رجعت بقى ايه على البري سيزون بتاع جنت. فرجعت وخلي بالك كان عندي بقى ايه جبروت رهيب ان انا ما يعني انسوا فكره ان انا من مصر وان انا جاي ادبت وبتاع. مفيش ادبت وبتاع، انا عايز العب، فاهمني؟ مفيش الكلام ده. دخلت كان مدرب اسمه هينك هاورد ده كان مدرب حسام ابراهيم ومجدي طلبه فاوق، مدرب هولندي، مدرب كبير يعني. فالراجل خلي بالك فرقه جنت دي فرقه كلها كانت كبار في السن، ما كانش فيها لعيبه صغيره خالص. انا الوحيد اللي كنت صغير، واحد تاني بلجيكي. العيال كلها بقى فيتال بوركلمانز ده كان باك ليفت بلجيكا، كابتن فرقه كان اسمه خونتر شخيبنز ده كان ليجن بتاع جنت. كان عندهم راس حربه من يونان اسمه الكسندر كاكلامانوس، وعيال كلها من النرويج والدنمارك وبلجيكا وبتاع. فايه كلهم كبار، كلهم 30 31. كان في باك رايت اسمه شاكي بيترز، برضو كان بيلعب في منتخب بلجيكا. جول كيبر فرنساوي هيربول، انا فاكر فريدريك هيربول، ايريك جولي، لعيبه كلها. كان في نصر الدين كراوش بتاع منتخب الجزائر. وبعدين رحنا البري سيزون في بلد كده على البحر اسمها كنوكا دي جنب استاندا دي اللي هم ايه، كنوكا دي اللي هي بيقولوا عليها موناكو بتاع بلجيكا، اللي هي فيها بقى الكوست والبيوت الغاليه والمارينا والياخت والقصه ايه، القصه بتاعت بلجيكا. رحنا وانا فاكر كويس قوي ان الراجل بتمرن اول تقسيمه بيعمل تقسيمه 22 لعيب، يطلعني بره اتمرن ايه مع الاجوان. انا راجل لعبت في الزمالك درجه اولى وراجل ايه اللي انتوا بتعملوه معايا ده؟ فبعد 3 ايام رحت مكلم روجير قلت له انا الراجل ده يعني حد قال له انا عامل ازاي ولا اي حاجه؟ قال لي ما انت لازم توريه في التمرين وبتاع. يا عم بيحطني بره التقسيمه، هوريه ازاي؟ هوريه ايه؟ هوري له فيديوهات ليا؟ انا عايز العب. طب خليه يمرني عشان خاطر. بس انا عايز اسالك سؤال بقى هنا عشان انا بس، هل انت شايف ان انت اللي كنت مسافر ومش عارف ان هي دي البروسيس ده الطبيعي ان اللي بيسافر في الاول لازم ياخد وقت وكذا، ولا انت ولا ده؟ لا انا كنت رافض الفكره دي. انا عايز اخد فير تشانس ان انا اثبت نفسي، انما هتقعدوا بقى تعاملوني ان انا عيل صغير وبتاع. لا مش القصه مش تمشي معايا كده يعني. المهم ايه، روجير اندوتيجي هو وميشيل واجي سافروا كنوكا وجولي، قعدوا مع المدرب. فقلت للمدرب يعني انا مش فاهم، انا اتفرجت على التمرين وشفت اللعيبه انا وذ اول ريسبكت يعني العيال دي ما بتعرفش تلعب. انا العيال اللي بتلعب قدام ده اجمل منهم. انت مصدق الكلام ده ولا لا؟ قال انا انت صغير، انت الاكسبيرينس بتاعك ده اكسبيرينس ايه، خليني العب. فاكر كويس جدا ان كنا بنلعب ماتش ودي والراجل نزلني اخر تلت ساعه، فجي بينالتي وكنا كسبانين 3-0 وبتاع. فالكابتن بتاع الفرقه اللي هو خونتر شخيبنز ده عايز يخش يشوط البينالتي، فرحت ماسك الكوره بصوا للمدرب وبتاع. فطبعا بيحاولوا ياخدوا مني الكوره، قلت لهم انسوا، انا اللي هشوط البينالتي. وروجير كان بيتفرج، فرحت داخل شوط البينالتي وجايبها جون، فاهمني؟ وجاري وقلع الفانيلا وبتاع، فاهم؟ فالراجل ايه، المدرب هينك هاورد ده شخصيه قال لك عيل عنده 17 سنه والعيال دي كلها بيقول لها انا ما حدش هيشوط ودخل وبتاع. فعجبه جدا ايه القصه دي. وبعد كده كنا بنلعب بعديها باسبوعين، قعدت اتمرن بقى ولعبت ماتشين وديين وبتاع. الراجل نزلني اخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه. وبعد كده كنا بنلعب كافنتري سيتي في الانتر توتو كاب، كافنتري سيتي. وكان كافنتري سيتي بقى كان ماسكهم، انا فاكر كويس قوي، كان ماسكهم استرخن. راجل ابن لذينه كده دربني في ميدلسبرا بعد كده شويه، راجل تعبان في دماغه يعني. استراخن، عارف جوردن استراخن بتاع مانشستر يونايتد القصير. المهم ايه، جوردن استراخن ده وكان بيلعب بقى مصطفى حجي ويوسف شيبو، الفرقه بقى الجامده بتاع كافنتري. كانت كافنتري دي فرقه خامس الدوري البريمير ليج. والراجل نزلني في الماتش، لعبت اساسي اول ماتش بقى قدام الجماهير بتاع الجنت، كان في مثلا 30,000. اول ماتش رسمي لعبت ولعبت كويس جدا وكنت مان اوف ذا ماتش. طبعا ايه، الراجل الناس مش مصدقه ان انا عندي 17 سنه. فابتدوا اللعيبه في بلجيكا ابتدوا يؤكدوا، وبلجيكا كلها تؤكد ان انا مزور.
ان نوت شانس ان ده لعيب بيبقى عنده 17 سنه فاهمني. وابتدوا يطلعوا عليا الكلام ده، ابتدى بقى الناس تخش تسالني والصحفيين انت ده سنك الحقيقي وبتاع، وانا كان شكلي صغير جدا يعني، باين ان انا ايه، باين ان انا صغير يعني. وبس ابتديت العب. بعد طبعا لما لعبت ايه، وخلي بالك كان عندي كل واحد لازم يبقى عنده موتيف. وانت ايه الموتيف بتاعك كان؟ البنات. كنت وانا عندي 17 سنه رحت بقى مره ماتش لعبت كويس جدا، كان كل اللعيبه بتروح تسهر في بار كده اسمه سانسيت، فلقيت البنات كلهم موزس جدا وملك الجمال بلجيكا وبتاع بيقعدوا يعيدوا الاجوان كلها بتاع الجنت، كل الناس بتشجع جنت. فقلت له لا لازم اجيب جوان عشان اعلق واحده من البنات دي، انا ما عنديش يعني هو ده الموتيف بتاعي. فالمهم لا البنات يعني ما انا مش عارف اعلقهم الا لما لازم اجيب جوان. فابتدى القصه ايه، ان انا جوه مخي ان انا ايه، ده الموتيف بتاعي بجد والله مش بهزر. انا بجيب جوان عشان اروح السان سيت اعلق بنات. هو انا جاي لك في الحته دي، لان الناس انا لسه هنقول الارقام وهرجع لك انا في موضوع الكاركتر ده. بس انا فابتديت ان انا اجيب جوان، ورحت معلق بقى مين ملك الجمال بلجيكا، صاحبتها شويه كان اسمها يوكا فاندرفالد. بجد؟ صاحبتها. انت سمعت القصه دي ولا لا؟ لا محتاجين نقول ما اتقالش من عشان ما سمعتش. انا صاحبت بقى البت دي وكانت قمر، دلوقتي ممثله مشهوره في بلجيكا بتاع، كانت اكبر مني باربع خمس سنين، كان عندها بتاع 21 22 سنه، كانت قمر بجد يعني. والموضوع حلو معايا بقى، موضوع الدنيا ايه، ابتدت الدنيا تظبط، ابتديت ايه، خلي بالك ان انا بقول ان واحده من الحاجات ان انت لما تروح بلد جديده اللي يخليك تتاقلم على البلد، على بلد جديده، ان انت تصاحب واحده من البلد. يعني الطبيعي انه يبقى عندك اصحاب، بس لو هي واحده قريبه ان انت تصاحب واحده من البلد دي بتخليك ان انت تتاقلم بسرعه. هي هتخرجك وهتسهرك وهتوديك المطاعم الحلوه وهتعرفك الطرق يعني وانت كمان هتبقى عايز تجرب عشانها. بس لا بص كل واحد في الدنيا ليه موتيف. انا كان الموتيف بتاعي وانا صغير ان انا ايه، بنات، ان انا صاحب بنات حلوه وان انا اخرج معاهم وان انا كذا. وكان بالنسبه لي خلي بالك ابويا الله يرحمه كان عنده مبدأ طول عمره كده يقوله لي، وما كانش بيقوله لي باختشاء يعني، كان بيقوله لي كده، وده فضل جوه مخي طول عمري. عشان تبقى جامد في الحياه ومراتك او صاحبتك او ايا كان تفضل تحترمك طول عمرك، لازم تبقى راجل جامد ناجح، راجل جامد ناجح في شغلك، الناس كلها بتحترمك، واقف على رجليك، كل الكلام ده كله. لو عكست عملت كده، ابويا طول عمره الله يرحمه يقول لي كده، لو عملت كده اي ست ممكن تبعد عنك. ابويا كان ده فكره. ما طلعش حقيقه بعد كده، لان انا مريت بظروف صعبه جدا، ومراتي وقفت جنبي في الاوقات الصعبه اكتر من وانا واقف على رجلي. صح، انت دايما بتقول كده. دي حقيقه صح. دي حقيقه صح. بس انا وانا صغير بقى كان جوه ده ان انا ايه، كان عندي ده يعني، او انا بقول ان ابويا كان بيقول لي الكلام ده علشان يحفزني ان ايه، ان تفضل ناجح، ان انا افضل واقف على رجلي. صح. بس هو ما كانش بيقول لي كده على الستات بس، كان بيقول لي كده حتى على الاصحاب، ان اصحابك هيفضلوا طول عمرهم حواليك طول ما انت ناجح وواقف على رجلك. كل الناس حواليك، اول لما هتقع هتلاقي نص العيال اللي حواليك دي مش موجودين، هيختفوا. بس انا شايف ان ده الموتيف اكتر من البنات، انا بتكلم بجد. بس يعني عشان ابويا كان عارف ان انا بحب البنات اكتر من اصحابي. والله العظيم، ما هو ذكاء ابويا ان هو كان عارف مخي ايه، فهو بيلاعبني. خدك النجاح الحقيقي اللي وصلت له في حياتي سببه الرئيسي ابويا. هو بقى خدني واحده واحده كده، عشان انت رحت في حتت كتير. انا عايز اقول لك، انت جنت الحكايه اللي انت حكيتها دي، انا عارف لو انا مش فاكر غلط، في 21 ماتش 11 هدف مظبوط كده، واسيست كتير قوي، واسيست كتير، ومان اوف ذا ماتش كتير، ومان اوف ذا ماتش كتير، واحسن لاعب افريقي في الدوري البلجيكي. صح. والبدايه كانت ان انا راجل عندي شخصيه وعندي كاركتر وهلعب ومش هيهمني حد، وبيخبطوا هخبط، وهاخد الكره اول مره في اول ماتش بينالتي هشوط، وهوري الناس انا بسليبريت وبتاع، ابقى زيهم، وهجيب اجوان عشان اصاحب احسن واحد. صح. بس الموضوع ده ليه في رايي انا ليه اصل لازم ترجع له. يعني حاجتين، انت النهارده وانت في مصر كان ايه اللي بيحصل؟ يعني كان ايه اللي بيحصل في النادي، وكان ايه اللي بيحصل في البيت. وهو ده لو تفتكر واحنا بنتكلم دلوقتي بدايه الكلام، ان السفر ده it takes a lot of character وتفاصيل قبلها كتير قوي عشان تخليك تبدا الباب ده بتاع الاحتراف والنجاح وانك تخرج. وهنرجع بقى كمان
للبنات والنصيحه بتاعت باباك. بس ايه اللي كان بيحصل هنا في النادي؟ ايه اللي كان بيحصل هنا في مصر؟ لا انا عايز اقول لك بص، انا اتربيت ان الكوره هي حياتي، وان الكوره هي اكل عيش. وهو ده السؤال اللي خلاني، معلش انا اسف اقطعك، ده السؤال اللي خلاني اسالك، لان انت كنت دايما بتقول لي كده يعني وانت صغير، اللي يسمعك وانت بتقول انا الموتيف بتاعي البنات لما سافرت، ما يسمعكش وانت دايما او يعني الاختلاف ان انت دايما بتقول وانا صغير طول الوقت اللي بيدور عليا، انا فاكر دايما قلت لي كده، اللي عايز يدور عليا يلاقيني في حته بلعب فيها كوره. ما كنتش بتشغل ببنات ولا بشرب حاجه سيجاره بتاع كلام من ده، صح؟ كان دايما انت بتقول لي كده. خالص عمر ولا في الوقت اللي هو انا وانا صغير ده، لا لا لا, لا سجاره ولا كاس ولا بتاع، كان حياتي كلها كوره. بالنسبه لي ايه اللي يمنع ان انت وانت بتلعب كوره ان انت تتبسط؟ بس الاساس الكوره. الاساس ان انا كوره، ما انا قلت لك ايه، انا قلت لك ان انا عايز العب كويس عشان اعلق بنات، صح؟ فاهمني؟ فكره اصلا ان انت وانت عندك 17 سنه الاجوان بتاعتك عماله تتعاد والبنات بتسقف. وبنات الفكره دي نفسها يعني هي دي اللي كانت ايه جوه مخي. انا اتربيت ان الكوره دي حاجه مهمه جدا جدا، ان الكوره دي بالنسبه لنا هي حياتنا، وهي الاساس بتاع حياتنا. فاهمني ولا لا؟ طبعا. فابويا كان مدرب كوره، كان عنده بيشتغل كذا شغلانه، بس جزء من حياته ان هو كان لعيب كوره وكان مدرب كوره. انا فاكر كويس جدا وانا عندي مثلا 13 سنه، انت عارف زمان ما كانش فيه الغسالات اللي هي الاوتوماتيك دي، كان الغسالات اللي هي العاديه اللي هي بتاع بتلف فيها دي، كان ليها خرطوم دي، فاكرها الغسالات بتاعت زمان؟ بتحضر انت الكلام ايوه ده؟ ده يعني فرق سنه ونص. فكانت امي يا عيني يعني ربنا يديها الصحه، كانت امي طبعا ايه، انا برجع بلبس متوسخ جدا، لبسي كله طينه، بلعب طول النهار كوره، وابويا بيرجع من التدريب لبسه متوسخ، واخويا كمان كان بيلعب كوره. فكانت امي عيني وهي بتغسل تقول الله ينعل ابو الكوره انتوا مش عارف ايه وبتاع، فكان ابويا يقول لها ما تشتميش الكوره هي اللي فاتحه الباب البيت ده. يا بص ابويا ما كان مجنون ازاي، جزء كبير من البيت. يعني اللي هو كوره انت بتشتمي الكوره ايه، فاهمني؟ فانت اتربيت ان الكوره دي حاجه مهمه جدا، ما حدش يغلط فيها. اتربيت ان الكوره دي الشغل يعني ما حدش يغلط في الشغل، جزء بالظبط. الكوره هي شغلنا، هي حياتنا، ودي مهمه. انت خلي بالك ان انت دلوقتي يا منعم، العيال الصغيره اللي طالعه دي كلها معظمها الكوره مش اولوياتها، فعشان كده هو بيلعب كوره كده اون ذا سايد، يعني ان انا ايه بلعب كوره، حتى تلاقي واد لعيب جامد جدا بس عنده حاجات كتيره جدا في حياته. انا برضو كان عندي حاجات كتيره جدا في حياتي، بس الكوره كانت الاولويه الاولى بالنسبه لي. ولو هتلاقي مثلا لو رحت لحسام غالي هتلاقي ان حسام غالي كانت، انا حسام غالي صاحبي من عندي 14 سنه، بيحب البنات برضو، من نخرج مع بعض وننزل نقعد انا وهو مش عارف فين وبتاع كده، بس احنا الاثنين الكوره اولويه بالنسبه لنا. صح. حسام من اكتر الناس اللي هو بيبطل، كانت الناس كان هو انا مش عايز يبطل كوميتد هو صح. من واحنا صغيرين جمال حمزه نفس الكلام، بنصيع مع بعض وننزل نروح نشاش على قهوه ونهزر ومش عارف ايه وبتاع، خلي بالك واحنا صغيرين واحنا عندنا 15 16 سنه، بس الكوره كوره نتمرن كويس، خلي بالك عندنا ماتش بكره عايزين نكسب عشان ما حدش ياكل وشنا، فاهمني؟ الكوره هي اولوياتنا. الجيل اللي طالع ده، وخلي بالك بكلمك في لعيبه بتلعب في الزمالك والاهلي ومنتخب مصر الناشئين والشباب، معظمهم الكوره مش الاولويات بتاعتهم. لما تيجي تسال بقى خلي بالك، صدق او لا تصدق يعني، لما تيجي تسال 3/4 العيال دي تسافر تلعب بره، يقول لك العب بره ايه، ما انا قاعد هنا مبسوط وقاعد في وسط اهلي ومصاحب بنت قاعد معاها وباخد فلوس كويسه من النادي ومأجرين له شقه في المهندسين وقاعد والدنيا حلوه، ايه اللي يخليني اسافر؟ ايه اللي يخليني اسافر؟ بجد مش بهزر بس انت شايف ايه اللي اثر على الكلام ده؟ يعني ايه يعني شايف السوشيال ميديا مثلا والكونكتيفيتي الكتير دي اللي خلت الناس عايزه تعمل حاجات الانديه بتهزر، الانديه مخليه القصه سهله جدا للعيال دي. دلوقتي اي حد ممكن يلعب درجه اولى في الزمالك، انت زمان عشان تلعب درجه اولى في الزمالك ده انت لازم تحفر في الصخر. انت دلوقتي تلاقي لعيبه كده عيال كده ما ينفعش تلعب في الزمالك خالص، تلاقيه لعب له 5-6 ماتشات. الكلام ده كانش موجود زمان خالص. زمان عشان تلعب درجه اولى في الزمالك وتلعب ده انت يعني قصه رهيبه يعني. فدلوقتي العيال مستسهله، في فلوس كتيره جدا بتدفع للعيال ومحدش بيحط جواهم وهم صغيرين ان الكوره في اوروبا، ما لما تلاقي عيل صغير عنده 17 سنه وتلاقي المذيع لعب ماتش درجه اولى وتلاقي المذيع بيقول نجم النادي الاهلي عبد الله مش عارف مين، نجم النادي الاهلي ده لسه ما لعبش ب3 جنيه، ما لعبش 3 جنيه. لما تلاقي عيال صغيره بتعمل سوشيال ميديا كامبينز وديجيتال مش عارف ايه وبتاع هيسافر بقى بيطلع على التلفزيون. انت عارف يا منعم يعني، انت عارف يا منعم برضو يعني ايه، انا سافرت ماشي ما حدش يعرفني خالص ولا حد يعرفني، كنت بروح النادي كل يوم بالمترو
بروح بالمترو لان طبعا معيش درايفنج لايسنس، معيش عربيه. كنت قاعد في موتيل كده صغير بيد اند بريكفاست على الموتور واي، كان اسمه برادو، ما انساهوش. ده في جنت. في جنت كان بره كده جنت شويه، وكان البيت كان بيد اند بريكفاست كله كده 15 اوضه. راجل اصلا بيته بتاع زمان وهي ريتايرد، وابتدى يشتغل مع ناس، مع شركات ومع جنت وبتاع. فبتقعد فيه، وكان راجل ومراته، كان راجل كبير عنده 70 سنه، كان اسمه نوربرت. كان زمان ما فيش تواصل ولا اي حاجه، ولا في انترنت ولا في سوشيال ميديا، ولا عارف اوصل لحد ولا اي حاجه. فكنت بجيب الكارت اللي هو بيخربش ده، عارف كان تلاقي عليه الاهرامات وبتاع. حضرت الكلام ده؟ ايوه طبعا. لا ما حضرتوش والله حضرت. ايوه اللي عليه سفنكس ده وعليه ابو فرق لؤلؤ. سنه ونص مين هو في ايه النهارده. لا بس انا عايز اقول لك على حاجه بمناسبه حضرت وما حضرتش. انت انا عارف ان انت من الناس اللي خدت اكسبوجر بدري، او هو عشان كده عشان كده بتكلم معاك في الموضوع ده النهارده. خدت اكسبوجر بدري جدا وانت صغير بدري قوي، فمحسوب على جيل اكبر منك واكبر منك. وانا كمان كنت محظوظ بده الحمد لله، يعني اشتغلت بدري قوي فكان حظي كويس. بس انا عارف ان اللي بياخد اكسبوجر بدري ده بيتعلم حاجات كتير صحيح. قوي. يعني انت لغايه دلوقتي بتتكلم عن جنت، ولما سافرت المدينه هناك ايه اللي زي موناكو ايه فين، وانا متاكد ان انا لو سافرت معاك دلوقتي نفس المكان هتروح معايا نفس الاماكن اللي كنت بتروحها قبل كده وحافظها وعارف الاماكن بتاعها، لان الاكسبوجر بدري ده بيعلم. صحيح. فالكارت بيخربش ده كنت كارت ايه، كان كارت حلو قوي يعني، كان رخيص وتتكلم كتير، تتكلم ساعه الا ربع. فكان الموتيل اللي بقولك اللي كنت قاعد عليه ده، اللي قاعد فيه ده، كان على الموتور واي كده. عشان تخش البلد مثلا تمشي ساعه الا ربع، والدنيا طبعا مطر وبرد وهواء. بلجيكا دي جو صقيع. فقالوا لي ان انا بتروح الكابن بتاعت التليفون في الشارع وايه، وتطلب الرقم بيبقى عليه كود كده، تخربشه وتطلب كود كده، بعد كده تطلب النمره اللي عايز تطلبها فايه، فتتصل يعني. فطبعا كنت بروح كل يوم الساعة 5 المغرب كده، بعد ما اخلص تمرين وبتاع، بقعد اكلم بقى امي واكلم اصحابي واهزر معاهم وبتاع. هي دي وسيلة التواصل الوحيدة في ما بيني وما بين اهلي وما بين اصحابي يعني. فكانوا دول ألذ ساعة الا ربع بقى يعني ايه، خليك لوحدي خالص. لا معايا عربية، قاعد في موتيل صغير على بجد اتعذبت، لان انا يعني الفترة الاولانية دي فترة صعبة جدا. والشعب البلجيكي يعني مش سهل ان هم يتقبلوا حد غريب، بالذات البلاد دي والمدن الصغيره دي، مش سهله يعني. مش زي بروكسل مثلا، بروكسل كلها عيال مغاربه وتراكوة وبتاع، لا قصه مش سهله يعني. فكل يوم اروح امشي الساعه الا ربع في البرد، امشي جنب الموتور واي وارجع تاني، الدنيا تمام. فبعد 10 ايام اسبوعين كده، الراجل نوربرت ده ما اعرفش عايش ولا ميت يعني. فالراجل نوربرت ده قال لي حسام، ما كانش حد بيقول لي ميدو، كانش لسه ميدو. قال لي حسام، قلت له ايه؟ قال لي why you walk every day on the motorway it's freezing. قلت له بمشي عشان اروح اكلم اهلي بالكارت ده. قال لي طب ما انت ممكن من الاوضه تطلب 9 وتتصل بالكارت ده. قلت له يعني انا بقالي 10 ايام سايبني عمال امشي كل ده وارجع، وفي الاخر تقول لي طلعت الاوضه بقى. كان اسعد يوم في حياتي ان انا وانا قاعد في الاوضه اتصلت ب9، بعد كده ضربت الكود ده بقى وكلمت الناس كلها. دي كانت يعني ايه اكبر اتشيفمنت ممكن اعملها. مش صور بقى وسوشيال ميديا وابعت واونلاين مفيش الكلام ده خالص خالص خالص، مفيش اي حاجه يعني. عشان اتكلم حد ده كان قصه. وده خلي بالك بيصعب الدنيا بتبقى صعبه في يعني تتكلم يعني. وخلي بالك ان انا يعني ايه، يعني انا بتكلم انجليزي ساعتها اللي هو ايه مجهودي الشخصي، انما انا كنت في مدارس حكومه. فاهمني يعني. انا كنت في مدارس حكومه، فالانجليزي اللي انت بتتعلمه في مدارس حكومه. يعني انا اختي كانت في مدارس خاصه، ما اعرفش برضه ابويا وامي دخلوا اختي ليه مدارس خاصه ودخلوني انا مثلا ليه دخلوني مدارس حكومه وهي تخش مدارس خاصه. مش عارف، كان عندهم فكره ان البنت لازم تتعلم تعليم خاص، انما الولاد لا. فكنت في مدارس بقى، طبعا لو قلت لك اسامي المدارس اللي انا دخلتها، يعني دخلت مدرسه اسمها زكي مبارك. يعني بص ما فيش سور، مفيش سور بجد. يعني نلعب كوره ونطلع ناكل في جنبهم بتاع مدرسه كده في الحي السابع. فمفيش تعليم، مفيش كوره، مفيش حاجه خالص يعني. بس المدارس دي اتعلمت فيها حاجات كتير يعني. صاحبت عيال رجاله بجد، عيال رجاله اتعلمت منها حاجات كتير يعني. بس انت عارف، انا بحس ان ده جزء في شخصيتك. يمكن انا شويه كده، انا عندي البالانس بتاع ان انا تعبت جامد قوي، وبرضه كنت في مدارس حكومه وبتاع، وبعدين اتعلمت اكتر بكتير قوي وانا بعد بكبر وبتخرج وبعمل وبتاع. انا بحس ان انت دايما عندك
ما انا عندي البالانس ده بتاع ان انت مش يعني ممكن تكون في اوقات كنت فيها سبويلد، بس في اوقات تانية انت فيها لا بالعكس بتعافر في الدنيا. خلي بالك ان انا متعتي في الحياه لغايه دلوقتي ان انا اقعد العب 10 طاوله على قهوه بلدي واقعد في وسط الناس. دي بحس ان انا اي فيل هوم، بحس ان انا هي دي، بحس ان انا رجعت للروتس بتاعتي. المهم طبعا الانجليزي اللي كنا بنتعلمه في المدارس زمان انجليزي ملوش اي علاقه بالانجليزي، هي شي ات قاعده اف مش عارف ايه كلام ملوش اي علاقه بالانجليزي. ما سافرت يا جماعه ايه الكلام اللي انا اتعلمته فين؟ مفيش حاجه خالص من اللي انا اتعلمتها الناس دي بتقولها. فابتديت ان انا اعلم نفسي، خلي بالك ابتديت ان انا اعلم نفسي انجليزي. يعني انت لو شفتني وانا اول ما سافرت بلجيكا بتكلم انجليزي، بتكلم كويس اللي هو بفهم كل حاجه مفهوم. بتكلم كل حاجه، بس طبعا بتكلم كلام بقى اللي هو ايه يعني بقى اساسيات يعني بتمشي نفسك. بمشي نفسي كويس. بس في خلال سنه طورت نفسي تطور كبير جدا. عارف ايه اللي طورني في الانجليزي؟ كنت بتفرج على فريندز، جبت بقى السيديهات بتاعت فريندز دي، كانت فريندز لسه نازله وعارف فريندز طبعا السيريز بتاعت فريندز دي عظيمه جدا. وكنت ودي نصيحتي لاي حد عايز يتعلم اي لغه، ده بقى عملته في الايطالي وعملته في الفرنساوي وكل حاجه برضو فريندز، ان انت يعني كنت بعمل البتاع انجليزي انجليزي والسبتايتلز انجليزي، فالكلام اللي بيقولوه بقى ايه بتسمعه وتقراه، بسمعه واقراه. فاكتر حاجه بتخليك ان انت تحفظ ان انت تسمع الحاجه وتقراها، صح فاهمني ولا لا؟ تسمع الحاجه وتقراها مش ان انت لغايه دلوقتي انا حتى وانا بقرا كتاب اي حاجه مهمه عايز اسجلها جوه مخي اكتبها مانوال بايديا وانس ان انا كتبتها وقريتها خلاص دخلت جوه مخي. بس تعرف ان دي مذاكره. يعني انت لسه من شويه كنت بتكلمني عن اللعيبه في مصر اللي تساله النهارده يقول لك لا خلاص انا مش عايز اطلع، رغم ان الامور اسهل بكتير قوي النهارده من الوقت اللي انت كنت فيه سنه 2000. انت بدات احتراف سنه 2000، احنا في 2024. اي حد عايز يركب طياره يجي يوم يزور اهله ويرجع هيرجع اصلا. الموضوع حتى مش سوشيال ميديا واتصال وكلام من ده. بس اللي انت بتقوله ده مذاكره كتير قوي. يعني مش كل، في لعيبه كتير قوي وانت عارف بتخرج من هنا وبترجع بسرعه جدا بس عشان اللغه، وفي لعيبه بتخرج من هنا وبترجع عشان مش قادره تادابت للكالتشر بتاعت ان هو زي ما انت بتقول كده. انا رحت بلجيكا عندي 17 سنه بيخرجوا صاروا مع البنات بالليل وبتاع، فانا تمام انا جاي من مصر مش لازم اكون كنت بسهر مع البنات في البار كل يوم بالليل بس ام ايبل تادابت. عشان انا كنت مؤمن ان انا عشان انجح، ما خلي بالك انا كنت بعمل كده ليه؟ عشان انا عايز انجح. وانا كنت مؤمن ان انا عشان انجح لازم ابقى اعرف اتكلم انجليزي عشان افهم هما بيقولوا ايه، افهم المدرب بيقول ايه كويس، افهم التلفزيون بيقول ايه عني، بيقولوا ايه عن الفرقه، لازم افهم. وده اللي بقول لك عليه انه المايند سيت. رجوعا للسؤال الاول ان انت لازم عشان انت عايز تنجح وبعدين المايند سيت بتاعتك عايز انجح فهذاكر وهتعب. وبعدين انا كان يعني كان عندي فكره دايما ايه، ان انت عشان تنجح مع اي جروب وفي اي بلد ما ينفعش ان انت تبقى منعزل، ما ينفعش ان انت تاخد كورنر وتبقى اصل انا الكلام اللي انتوا بتعملوه ده ماليش فيه وبتاع. لا يعني كل واحد طبعا حر يعني، لكن انا لا انا لازم ابقى جوه الفرقه ومنخرط جوه الفرقه ومصاحبهم وبنزل معاهم وبتاع عشان تقدر عشان يساعدوك، فاهمني؟ يعني هم هيساعدوك ايه لو لقوك لعيب كويس، وما لو لقوك مش لو لقوك عيل هي بس واخد جنب انت جاي تعمل فيها بتاع، فاهم؟ دمك تقيل و يعني مش عاجبينك احنا يعني احنا مش عاجبينك يعني فالمهم فابتديت اتعلم نفسي انجليزي كويس، وابتديت ان انا عشان افهم كل حاجه وبتاع. فعلا في خلال 7 أو 8 شهور الانجليزي بتاعي تطور جامد جدا. وهي دي ميزه ان انت تسافر وانت صغير. انت وانت صغير بيبقى عندك استعداد للتعليم ومخك مفتح ان انت تو بيك اب انفورميشنز، انما لما بتكبر بتبقى صعب جدا ان انت ايه، ان انت تو بيك اب الانفورميشن. بيقول لك لما بتعلم الطفل حاجه وهو صغير بيفضل عليها بالظبط. وبعدين خلي بالك ايه، لعيب الكوره اللي بيطلع من مصر مقفل وفي مصر ما يعرفش بنات ومش عارف ايه وبتاع، لما بيسافر بره بيتخض طبعا اتخض يا نهار اسود ايه ده، كلتشر مختلفه وناس. بس فانا كان عندي ميزه ان انا في مصر كنت منفتح، يعني كنت منفتح واصحابي كلهم بتاع، فده ساعدني. عشان كده انا في البروجكت بتاعي ذا ميكر انا الولاد بنوديهم سينما، نوديهم مول،
يشوفوا ناس حواليهم، ما يبقوش ان هم جايين من مدينه صغيره او من قريه صغيره ومره واحده انا طالب منه ان هو يسافر فيلاقي نفسه مثلا مسافر المانيا رايح فرانكفورت بنات ماشيه عريانه ومش عارف ايه وبتاع، فيجي له صدمه حضاريه يبقى مش قادر ان هو يتاقلم مع القصه. بس ايه كمان من الحاجات اللي انت حاسس ان انت وانت صغير كانت مهمه عشان كده بتعمل فيها كده مع الولاد الصغيرين دلوقتي؟ يعني حتى لو احنا بنتفرج علينا حد النهارده ابنه رياضي او بيلعب كوره، انت النهارده بتقول بوديهم عشان كالتشرز. انا عارف ان انت كمان بتعلمهم لغه، صح؟ طبعا مظبوط، طبعا صح؟ كلهم بيتكلموا ايه دلوقتي تاني انجليزي. ما كانش عندك وانت صغير؟ والمايند سيت لازم ان انا بعلمه ان هو يبقى مركز وان هو يبقى عنده اولويات وان هو يجدد دوافعه وحاجات كتيره حاجات كتيره. لان وانا اتعلمت عندنا حاجات في مصر حاجات كلها هدامه. يعني عندنا بعض الامثله والمقولات في مصر كلها ملهاش علاقه باساس النجاح. يعني مثلا ايه، بيجي واحد كان عنده مشاكل مثلا وهو صغير في حاجات، فيجي واحد يقول لك ايه، يسمع مثلا ان ميدو عامل اكاديميه بيعلم الولاد وبتاعته وبتاع، يقول لك ايه كان نفع نفسه. ما تبقاش حاقد. اللي غلط صح. واللي شاف واللي عمل كل ده المفروض الطبيعي لو هو بني ادم سوي ان هو كل اخطائه دي ياخدها ويخلي الولاد الصغيره يتفادوها. بس دي حاجه انت بتقولها صح؟ يعني دي حاجه بتقول انا دي اخطائي وانا طبعا عايز الولاد طبعا يتفادوها، طبعا صح؟ طبعا صح. يعني واحده من ضمن الحاجات ان انا في نادي الزمالك وانا صغير انا كنت متدلع جدا جدا، كنت سبويلد لان انا كنت احسن لعيب في قطاع الناشئين. يعني انا كنت لعيب، يعني ان انا كنت انا وجمال حمزه كنا البونبونايه بتاعت قطاع الناشئين. فكنت بقى وانا عندي 14 سنه كنت بلعب في فرقه 18 سنه. تخيل وانا عندي 14 سنه كنت بلعب في فرقه 18 سنه اكبر مني ب4 سنين، وده رقم كبير جدا في الناشئين يعني. وفي الزمالك وفي قطاع الناشئين جامد قوي. لا في حته 14 سنه تلعب في 18 ده فرق 4 سنين في الزمالك. يعني خلي بالك وانا مواليد 83 وكنت بروح معسكرات، رحت معسكرات مع منتخب مواليد 80 بتاع الدكتور محمد علي الله يرحمه. تعرف يعني ايه وانا عندي 13 سنه اروح منتخب ال 16؟ لا دي حاجه مش يعني ما حصلتش تاني بالظبط. فكنت سبويلد. فكنت في نادي الزمالك نفعوني في حاجات كتيره قوي وضروني في حاجات كتيره قوي. كانوا بيخلوني كنت بعمل حاجات المفروض الطبيعي ان انا ما فلتش منها ابدا. انا عندي حكايه كده فاكرها بس مش فاكر تفاصيلها قوي يعني، بس بتاعت ماتش المحله كده تقريبا، مش عارف كنتش بتتمرن فتره وفجأة يعني رحت لعبت ماتش وجبت جون والفرقة كسبت حاجة كده، زي ما كنت بتقولي مرة كده انه يعني سبويلد لان انا كتير قوي ممكن ما اتمرنش وارجع العب. كنت وانا صغير، كنت وانا عندي 14 سنة كده كان في فرقة اكبر مني تحت 15، فانا يعني بقول لك بلطجي، عيل صغير عرباجي جدا يعني مش همه حاجة، طايح في الناس كلها انا عايز اسالك سؤال، هو انت دايما وانت بتحكي الحكايه دي دلوقتي بتقول لي جبروت وطايح في العيال كلها، انت شايفها ازاي؟ يعني انت يعني لما بترجع لها انت شايفها ازاي؟ يعني شايفها ما اعرفش شايفها كانت حاجه حلوه ولا شايفها يعني استفدت منها ان هي اثرت عليا حاجات كتير، ان انا بقيت ان انا اخش في اي مجموعه وان انا اتاقلم معاهم وان اخش في اي حد وعندي ثقه في نفسي، بس في نفس الوقت عملت لي مشاكل. فانا الموقف ده انا فاكره كويس جدا. كان كابتن احمد مصطفى الله يرحمه رئيس قطاع الناشئين، وكابتن احمد مصطفى ده اسطوره يعني. خلي بالك يعني ايه، كان اسمه الفريجيدير، يعني حاجه باك سنتر باك عصري جدا كابتن احمد مصطفى الله يرحمه، وراجل يعني. وكان زمان عندنا في نادي الزمالك، كان نادي الزمالك نادي اجتماعي حلو جدا يعني. كان عندنا صاله اسمها صاله تاريخيه اسمها صاله حنفي بسطان، كان فيها كل كؤوس نادي الزمالك وحنفي بسطان ده واحد من الناس اللي بنت نادي الزمالك الله يرحمه يعني. شفته وعشته وشفته كويس قوي في النادي وانا صغير وانا عندي 9 سنين كده يعني. وكانت صاله حنفي بسطان دي طبعا كل الناس كانت بتروح ببدل وقمصان وبنطلونات وبيقعدوا كلنا وستات شيك جدا. صاله يعني الناس بتقعد، وكان في جوه حاجات بقى كانوا بيلعبوا كاردز ويلعبوا بتاع كده يعني. وانا داخل وانا عيل صغير عندي 14 سنه داخل بشورت، فبتاع الامن بتاع النادي انت يا ابني انت ما ينفعش تخش كذا، انت بتكلمني كده ليه بتاع. رحت مره واحده ماسك كرسي ترك لسعه في دماغه وانت في النادي يعني. وانا تحت 14 سنه لسعت بتاع الامن بكرسي في دماغه. طبعا جنايه. فخدوني الكابتن احمد مصطفى طبعا يعني جنايه يعني لازم يمشوني من النادي. فكابتن احمد يعني
قال لي شتمني بامي جامد. فطبعا يعني ايه، مشيت وسبت النادي و... ورجعت البيت. فرجعت البيت عرفت من امي، خلي بالك كان عندي 14 سنه، عرفت من امي ان ابويا عرف. فطبعا قلت ابويا يضرب علقه يموتني، خلاص كده انسى. فنزلت قلت لامي انا ايه، انا هنزل اجيب حاجه من تحت كده وبتاع، وهربت من البيت. هربت، رحت قعدت عند واحد صاحبي اسمه هيثم زياد في ميدان هارون. قعدت عنده مختفي، خلي بالك مفيش بقى موبايلات ولا اي حاجه، محدش يعرف فين انا فين. وابويا وامي وعيلتي كلها بتدور عليا يومين ثلاثه ما يعرفوش انا فين، لغايه ما في الاخر عرفوا ان انا عند هيثم ده. هيثم ده كان لعيب معايا برضه في الزمالك، كان باك رايت من ميدان هارون، يعني جنب، عارف ميدان المحكمه كده. ميدان هارون دي حته حلوه قوي جنب عزبه المسلمين. حته جميله جدا، حته الناس كلها ناس لذيذه المهم ام هيثم دي كلمت امي وقالت لها ان انا هناك. فرجعت من التمرين لقيت ابويا وامي ايه، موجودين. وطبعا كنت اول مره في حياتي واحنا ما عندناش في البيت حاجه اسمها كده، هربت من البيت، هربت. محدش كان بيعمل كده كتير يعني. حاجه كده يعني، قصه. وبعد كده فضلت ما اروحش النادي، وكان نهائي الجمهوريه الزمالك والمحله. هو ده بقى ماتش المحله في استاد المحله. وانا بقالي بقى ايه اسبوعين ما بروحش النادي. انا مش عايز اروح ليه؟ عشان كابتن محمد مصطفى الله يرحمه شتمني. ازاي شتمني بامي. ما بروحش. ومين طبعا بيكسب الفرقه؟ طبعا الكلام اللي بقوله ده غلط. لا ما غلط، ده اللي بوظني. ده اللي بوظ لي حاجات كتير في حياتي. اللي في السن ده ما ينفعش تتعامل اي لعيب ان هو تحسسه باهتمام كبير يعني، مهما كان مين يعني. هو ده دلوقتي اللي انت بتقول انه غلطني، فانا عرفت غلطتي فبعمله مع اولاد الصغيرين. عشان الناس اللي بتنقد لازم تبقى فاهمه انا بعمل ده ليه النهارده يعني. صحيح. تخيل كابتن جوهر الصغير الله يرحمه كان مدربي، كلم ابويا في التليفون قال له حسام، هو كان صاحب ابويا جدا، فقال له حسام هم كانوا بيلعبوا مع بعض والزمالك، الواد ده فين؟ انا محتاجه، هنلعب نهائي الجمهوريه وبتاع. فابويا قال له يا محمود انت الراجل ده بقاله اسبوعين ما بيتمرنش. قال له مالكش دعوه بس جيبهولي انا هلعبه الشوط الثاني ومش عارف ايه وبتاع. طبعا زملكاويتي نقحت عليا ونهائي الجمهوريه وبتاع. فرقه الجمهوريه المحله دي كانت فرقه جامده جدا يعني. ورحت في استاد المحله، الماتش كان في استاد المحله، ماتش تحت 15 سنه، فرقه كانت اكبر مني بسنه كده. وصلت قبل التسخين بربع ساعه. انت ما رحتش مع الفرقه؟ لا ما رحتش مع الفرقه، رحت بتاكسي وخليت النادي حاسب عليه، كابتن كوشي الله يرحمه حاسب عليه. وبعدين وصلت استاد المحله قبل الماتش، قبل التسخين كده بربع ساعه، وكابتن جوهري ما قالش التشكيل. فكابتن جوهري راح داخل، انت فاكر بتاع يعتزل للفرقه ومش عارف ايه وبتاع. فانا اعتذرت وقلت اكيد قعدني احتياطي. وكابتن جوهري قال لي انت كنت كويس؟ قلت له قال لي يلا غرش كسبنا 2-0 وانا اللي جبت الجونين. وبعد الماتش رجعت بتاكسي برضه. بس النادي ما حسبش على المره دي. رجعت بتاكسي. لا ما انا خدت منهم مكافاه يعني، خدت منهم فلوس ورجعت. المواقف اللي زي دي خلتني ان انا لما رحت اياكس ان انا فاكر نفسي اكبر من اياكس. انتوا مين عشان تقعدوني احتياطي؟ انا ميدو. انت فاهمني قصدي؟ فاهم. وهي دي نقطه. بس انا شايف انها يعني ايجابيه ان انت يبقى عندك شخصيه، بس سلبيه جدا انها جدا ان هي دي اللي عملت مشاكل في وقت من الاوقات. سلبيه جدا جدا. عشان كده انا بحزن دلوقتي لما بشوف انديه بتعمل اعلانات لاولاد صغار عندها 15 سنه والعيال طالعه في التلفزيون وبتاع. العيال دي بنسبه كبيره جدا مش هتكمل. لا طبعا. عشان هم لعيبه وحشه. عشان هو خلي بالك ان المدارس بتاعت التعليم اكتر نموذج ناجح منها ايه هي؟ بتاعت السبورتس بوردنج سكولز والمدارس الداخلي بتاع. اكتر نموذج نجح ان هو طلع ابطال صغيرين. مين في مصر؟ لا في العالم. هو في انا عارف في السنغال. لا في الالعاب كلها، في الرياضيين كلها. لا ما المدرسه الدكتاتوريه الصين وروسيا. كل البنات بتوع الجيمناستيك والعيال بتوع كل دول عارف دول بيعاملوهم ازاي ولا لا؟ لا يعني بس انا متخيل انه التزام يعني ديكتاتورشيب. بيتضربوا لو يعني البنات اللي بتلعب جيمناستيك دول في بنت منهم انتحرت بتاعت يوغوسلافيا، انتحرت لما كبرت. لا بيحطوهم بتاع اندر بريشر غير طبيعي. يعني لو مثلا هي بتلعب مثلا حصان،
فلازم ان هي تتشقلب وتنزل كذا. لو اتشقلبت وما نزلتش بيضربوهم بالعصيان وبيضربوهم بالشجر. ده في روسيا. في روسيا والصين ديكتاتورشيب، الدكتاتوريه. عشان كده البلاد الوحيده اللي بتطلع ابطال اولمبيين عندهم 14 و15 سنه مين؟ الصين والسوفيت وروسيا. هم دول اللي بيطلعوا. لازم بقى احنا تو فايند البالانس ما بين ان انت تدي الولد فريدم ان هو يفكر وان هو يكون عنده شخصيه، بس في نفس الوقت تبقى ستريكت عليه. تعرف ان انا اعرف حكايه زي اللي انت حكيتها دي برضو. نادي الشمس وانت صغير، مره كان في حد كاتب على السوشيال ميديا قصه طويله قوي كده قريتها. قال لك كان في واحد صاحبنا مفهمنا ان هو بيلعب في مش فاكر في الاهلي ولا الزمالك يعني، المهم يعني بيلعبوا معانا في المدرسه. دي مدرسه الطبري تقريبا اللي كان كاتب، كان مصر الجديده، ومفهمنا انه جامد قوي وبتاع ومش عارف ايه. وبعدين كان معانا في النادي وماتش نادي الشمس، بعدها راح نادي الشمس وبيلعب معانا في النادي وبتاع. وين بيقول لك ايه، رحنا وماتش جامد جدا وماتش مع الزمالك. فبيقول لك فضلنا ايه نلعب، بدأنا الشوط الاول، صاحبنا اللي مفهمنا انه جامد في المدرسه وبتاع، رحنا لقينا قاعد احتياطي. مفيش اي حاجه خالص. وبعدين إيه؟ لا اسمع بس اقول. وبعدين ايه ماتش مع الزمالك، قال لك لعبنا الشوط الاول الواد قاعد احتياطي، والفرقه يعني عادي بيلعبوا قصاد بعض الماتش، الشوط الاول رايح جاي وبتاع وتمام. مش بيقول لك الشوط الثاني قمنا لقينا واحد قام يسخن. انا بتكلم على بقى ناشئين سن صغير يعني، بتاعي 16 سنه 16 ونص حاجه كده. كان بيحكي في الحكايه في الحته ما بين 16 و 17 سنه. بيقول لك قمنا لقينا واحد قام بيسخن، بيحكي الحكايه كاتب عن واحد كانه هالك يعني. بيقول لك طويل جدا وعريض جدا عن الولاد وبتاع، وقام يسخن. وبعدين اول ما قام يسخن المدربين اهتمت وموضوع فاهم، وقام جاي نزل الشوط الثاني قام جايب جونين والفرقه كسبت وكله روح ولم الشغلانه دي من اول ما نزل. وباقي الماتش كده يعني احنا بنلعب يعني بنكمل بنكمل. بيقول لك قعدنا ندور اسمه ايه لغايه اما سالنا عليه بعدها بشهر، لقينا اخبار في الجرايد هو نفس الواد اللي كان بينزل ده، اسمه احمد حسام ميدو، واحترف وقالوا ده سافر راح بلجيكا. فواضح انه انت كنت بتقول كنت متعود على انه انا باجي اغيب وارجع ومش عارف ايه، بس عندك الشخصيه بتاعت انك تبدا، عشان كده في جانت ده كان موجود. لا انت مش فاهم. انا يعني في الناشئين انا فاكر كويس جدا مره، خلي بالك ان انا كنت بروح النادي ما اعرفش هتمرن مع مين. ودي الحكايه، هم بيقولوا لي ده واحد جه من بره كده، ده جه ما بين الشوطين، بيقولوا لي مثلا تتمرن مع كذا. ففاكر كويس جدا كنت مره بتمرن مع فرقتي 83، كنا هنلعب الاهلي بعديها ب3 ايام، فبتمرن معاهم. فرقه ال 81 بقى بتاع جمال حمزه وكده بيلعبوا اسكو، والشوط الاولاني مغلوبين 1-0. فوانا بتمرن نادوني الاداريين، نادوني تعالى الحق بسرعه، دي كانت كده الحق بسرعه احنا مغلوبين. فراحوا محطيني في السكور شيت، مغيرين مطلعين واحد وكاتبيني. ونزلت الشوط الثاني اول ربع ساعه جبت جونين، كسبنا 2-1. فهو ده كان بالنسبه لي انا كده فطبعا كنت بالنسبه لي فازاي ما بلعبش في جنت فازاي ما بلعبش في جنت. لا ده اسلوب غلط، اسلوب يعني. برضو خلي بالك في جزء كبير جدا انا اتظلمت فيه بسبب نشأتي، ده اتظلمت فيه. وانا ده بقول ان ده فرق بيني وبين صلاح عشان هو ما كانش فيه حاجه هتلعبه الا التزامه، ان هو يروح في ميعاده، وان هو مش مفضل على حد. خلاه لما يكبر عنده العقليه ان انا لو ما لعبتش في تشيلسي 6 شهور ايه المشكله يعني. انا لو مورينيو كان جابني تشيلسي وقعدني احتياطي كده وما لعبنيش كنت شقت له دماغه بجد والله العظيم. كنت فتحت له انت مجنون، انت بتجيبني من بلعب في كذا واجي عشان انا بلعب منتخب مصر وتقعدني احتياطي وما تلعبنيش. اللي خلى صلاح يصبر هو انه في السن اللي هو من سن 13 ل 17 سنه ده، اللي هو السن ده كروشال، سن خطير جدا. كان بحكم ان هو كان لعيب وقتها عادي وبيلعب في المقاولين وكذا، فكان رجليه على الارض صح. فلما كبر فضلت رجليه على الارض. عشان كده تاني انا ببص بتجنن، اكتر حاجه بتجنني ان انا الاقي عيال صغيره مدينها اكبر من حجمها في اي مجال. بس انت تنصح الانديه دي بايه يعني؟ انت تنصح الانديه دي يعني النهارده انت بتقول بيعملوا اعلانات وبيطلعوا اولاد صغيره وكذا كذا كذا، هو النهارده بيبقى عايز يقول غير انه تجاريا عايز يقول ان هو يعني ناجح وبيخرج لعيبه بس هو كمان في نفس الوقت
بيبقى شايف ان هو عايز يبني عايز يبني شخصيه اللاعب ده انه يكبره يعني. لا لازم التعامل بذكاء كبير جدا، وناس تكون عندها خبرات في الحته دي. لازم التعامل بذكاء كبير جدا مع السن ده. انا فاكر انك دايما كنت بتقول لي، انا ابويا دايما كان يكلمني لما اجيب اجوان او العب ماتش كويس، بيكلمني ينزلني على الارض يعني بعد الماتش يكلمني. كان ابويا بيقول لي، كان ابويا الله يرحمه بيقول لي حاجه كويسه. ابويا ده كان براجل، بص ما اعرفش هو كان دارس، هو ما كانش دارس علم نفس، بس ما كانش بيعرف الحاجات دي منين. لما كنت مثلا اجيب جونين مثلا في الدوري الهولندي، تمام، الاقيه مثلا بعد الماتش بساعتين 3 هو في مصر وانا في امستردام مثلا، فلاقيه مكلمني 3-4 مرات. ها انت فين؟ اكلم ارد عليه، بابا في ايه؟ يقول لي انت فين؟ اقول له انا نزلت مع اصحابي وبتاع. انت كويس؟ اقول له انا كويس واقفل. بعد ساعه الاقيه بيكلمني، انت فين؟ اقول له يا بابا ما انا قلت لك ان انا مع اصحابي. ايه القصه؟ انت كويس؟ اقول له كويس. فمسالته وبعد كده بقى ايه، لما بقى لاعب ماتش وحش او كده ما يكلمنيش خالص. فكان ابويا الله يرحمه ايه، اقول له يا بابا انت بتكلمني ليه وانا كويس انا جاي بتاع؟ قال لي عشان انا دايما اخاف عليك وانت فرحان، ما اخافش عليك وانت زعلان. وانت زعلان انا عارف ان انت هتروح البيت هتاكل حاجه وتنام، بس وانت فرحان انا هي دي المشكله. بس هو عنده حق فعلا، لانه زي ما كنت بقولك في اول واحنا بنتكلم، البلاجر لو هي بقت برايورتي فانت بتحس ان انت عايز تروح تستمتع بالظبط. فهو انا لا بحس ان انا عملت اللي عليا. انا عمت اللي عليا، خلاص حقي بقى ابسط نفسي بقى. ايوه اطير بقى وما ادراك ما امستردام. ايوه. ف خلي بالك ان فكره ان انت تبقى بتلعب في اياكس وعندك 18 سنه وهداف الدوري، واياكس ده يعني هناك يعني ايه، يعني حاجه زي الزمالك والاهلي، يعني حاجه جامده جدا يعني. فده طبعا عالم صعب. طب انا عايز اسالك اخر حاجه قبل ما نقفل، مين من صحابك في الكوره اللي لو جبناه اللي ما اتقالش هتبقى يعني اكبر مشكله ان احنا نجيب واحد نقول معاه اللي ما اتقالش عشان نحضره من دلوقتي؟ تبقى كارثه لو جبناه. حسام غالي. نيجي نقول معاه اللي ما اتقالش. بس حسام لبس البدله والكرافته مش هيتكلم في حاجه. انت شايف كده؟ طبعا. ما خلي بالك لبس البدله والكرافته ده مش سهل. لا طبعا مش سهل. انا عمري في حياتي ما هلبس البدله والكرافته، عمري. كل الاحترام للي لبسوا البدله والكرافته، هم they chose their own path، وهم عايزين كده، واحترم كده جدا فيهم. لكن انا يعني انا بحب ابقى كده، محدش يلوم عليا ان انا سهران في حته ولا قاعد في حته ولا قاعد على قهوه ولا قاعد على البحر ولا قاعد على المركب ولا بتاع. انا ببقى عايز اتبسط، ليش دعوه بيكم، فاهمني ولا لا؟ فاهمك. ان انا البس البدله والكرافته وابقى كده واوبا واوعى حد يشوفني وبتاع، دي لا، دي انا بالنسبه لي موتني احسن. طب ولو مش هنقول لحسام غالي، مين ممكن تاني واحد نجيبه؟ يعني ده اكتر واحد لو جبناه نقول اللي ما اتقالش هتبقى كارثه. انا بقول له من دلوقتي حضر نفسه، انا بقول لك من دلوقتي اللي ميدو هيقول اسمك حضر نفسك. حازم امام. بس حازم برضو لبس البدله والكرافته. انت اصحابك كلهم لبسوا البدله والكرافته. هنجيب جمال حمزه. جمال حمزه برضو عنده حكايات كويسه، وشيكابالا عنده حكايات كويسه. خلاص يبقى جمال حمزه وشيكابالا. حضروا له شيكابالا. ماشي يا ميدو، حبيبي يا منى، حضر لك حاجات لطيفه المره الجايه. اقفل انا الحلقه دي المره دي. الحلقه دي موجوده على يوتيوب وعلى السوشيال ميديا وعلى بودكاست سبوتيفاي وجوجل بودكاست.